اول ما بيجي علينا الليل بنبقى عايزين ناكل حاجه كده حلوه مسكره يا جماعه. تعالوا بقى ما نعمل النهارده الصينيه الخطيره دي، مش هتتكلف اي حاجه خالص. وتعالوا بقى ما اقول لكم النهارده على التكاليف. اول حاجه معايا ب10 جنيه من القرص دي يا جماعه، ما شاء الله جبتها من المخبز. عندك فينو حطي مفيش اي مشكله خالص، وعندي كيلو من اللبن الحليب. تعالي بقى ما اقول لك هنعمل ايه بالخطوات مظبوطه جدا. اول حاجه معايا صينيه مش مدهونه اي حاجه خالص، برص فيها عندي كده القرص بالشكل ده. شايفين يا جماعه؟ ادي رصيتها عندي كده في الصينيه بدون سمنه بدون اي حاجه خالص. اللهم بارك. بروح بقى جايبه عندي خطوه اللبن هنا بطعمه عندي بكوبايه صغيره من السكر. ما شاء الله. ادي الخطوات معايا مظبوطه جدا، بس طعمها مميز يا جماعه. وبعد كده بروح حاطه عندي مقدار معلقتين كبار من كاستر الفانيليا معايا. دول اخر حاجه معايا في الكيس كده. بفضيهم كلهم معايا بالشكل ده. اللهم بارك. شايفين؟ ادي كوبايه سكر صغيره ومعلقتين كبار من كاستر الفانيليا. بدوبهم عندي بمضرب السلك كده على البارد خالص يا جماعه، والفرن سخن عندي جدا على درجه حراره 180 الرف الاوسط. انا بدخل عندي الصينيه دي بتبقى بجمال وطعم. اللهم بارك. والله بجد الكاستر بيودي الصينيه بتاعتنا النهارده في حته تانية خالص. بس احنا بقى كمان هنعمل لها كمان تكايه كده صغيره قبل ما ندخلها، هتخلي طعمها روعة جدا. هنا بقى بحط عندي اللبن كده بالكاستر مع السكر على القرص كده بالشكل ده. شايفين يا جماعة؟ بوزعها عندي. اللهم بارك في الصينية. اللهم بارك. ادي الخطوات مظبوطة معايا خالص. وتعالوا يا جماعة نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما احنا متعودين عندنا في كل الفيديوهات لازم نعطر لساننا بذكر الله عز وجل وذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بقى بحط عندي، لو عندك متوفر قشطة حطي مفيش أي مشكلة خالص. لو اللبن عندك طازة ما تحطيش، هي استغني عنها خالص. بس أنا كان عندي قشطة بلدي يا جماعة، فحطيتها عندي على وش كده اللبن معايا، وكمان وش القرص بالشكل ده بتسيح معاكي وبتبقى خطيرة. تعالوا بقى كمان هنعمل حاجة مميزة جدا هتخلي طعمها عالي جدا. رشة كده من السكر على القرص بالشكل ده. شايفين يا جماعة؟ ما شاء الله السكر العادي خالص. وبزود كمان عندي رشة صغيرة كده من القرفة. تخيلوا بقى يا جماعة لما بتستوي طعم السكر مع القرفة كده بيديكوا قرمشة على وش كده القرص معاكوا، وبتبقى كمان دايبة ومتشبعة جدا بطعم الكاستر واللبن معاكي. حاجة كده اللهم بارك. والله بجد طعمها مميز جدا وروعة. اللهم بارك. هنا بقى الصينية بتاعتي خلصت بالشكل ده. شايفين؟ بسهولة جدا، ما تكلفتش أي حاجة خالص وبسيطة ما شاء الله. هنا بقى هدخلها دلوقتي الفرن معايا لمدة ربع ساعة، ما بتاخدش أي وقت خالص. بتطلع معاكي بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ اللهم بارك. والله العظيم بجد أنا عايزة أقول لكم إن الصينية دي ما قعدتش من جمالها وطعمها وريحتها الخطيرة. تعالوا بقى هنطلع دلوقتي منها قطعة دلوقتي، وتعالوا بقى شوفوا معايا الجمال ده. شايفين يا جماعة؟ شايفين القرمشة اللي على وش القرصة معايا عاملة إزاي؟ حاجة كده اللهم بارك. طعمها مميز جدا ما شاء الله. هي كانت سخنة معايا جدا. اللهم بارك. شايفين القرمشة والسكر كمان متكرمل معايا مع القرفة كده، مدي طعم كده مميز جدا. وأحلى حاجة حلوة ليكي يا ست الكل. ويا رب كده يجعل أيامنا كلها كده سعيدة وحلوة علينا. اللهم أمين. شايفين الجمال؟ والله بجد يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم إيه في التعليقات. ده بيسعدني جدا. ويا ريت تقولوا لي من أي بلد بتشوفوني. ما شاء الله. شايفين حضراتكم؟ اللهم بارك. أتمنى إن انتوا تجربوها، وأتمنى حضراتكم تتابعوني على صفحتي على اليوتيوب. ويا رب كده كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.